واحدة من أكثر المباريات ترقباً يفتتح المنتخب المغربي مشواره في البطولة بمواجهة منتخب جزر القمر على استاد خليفة الدولي. لقاء يحمل مفارقات كبيرة بين تاريخ وتجربة الأسود وطموح الوافد الجديد. يعود المنتخب المغربي إلى الدوحة من جديد بذكريات المونديال القطري الذي شهد خط أسطر مغربية في تاريخ كبار كرة القدم، لكن عودة أسود الأطلس هذه المرة بطموحات التربع على عرش الكرة العربية. المغرب يدخل المنافسات في ثوب مرشح فوق العادة ويصطدم بداية بمنتخب جزر القمر الناشئ في مباراة يبدو فيها على الورق في طريق مفتوح، لكنها ليست إلا مباراة افتتاحية مثلما أكد المدرب طارق سكيتيوي. نمشيو ايتاب بار ايتاب، يعني مرحله بمرحله. الهدف ديالنا الاول هو اننا ندوزو الدور الاول، ومن بعد تفتح لنا الابواب باش اننا ان شاء الله بنفس العزيمه بنفس الاراده اننا نمشيو المقابله ديال الربع وندوزو المقابله ديال النصف وندوزو المقابله ديال النهائي، وان شاء الله نتوجو بالكاس. اكيد ان المغامره ما تكونش مفروشه بالورود، لان كاينين منتخبات من عيار ثقيل. وفي خضم استعداداته لمواجهة جزر القمر تلقى الجهاز الفني للمنتخب المغربي ضربة موجعة من خلال تأكد استحالة التعويل على المهاجم أشرف بن شرقي بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة فريقه النادي الأهلي مع الجيش المغربي الأسبوع الماضي، في انتظار توضح الرؤية في خصوص إمكانية مشاركته من عدمها بعد مواجهة جزر القمر. غير أن المتأكد أن المنتخب المغربي ومدربه سكيتيوي يملكان من الحلول الإضافية ما قد يجعل غياب بن شرقي غير مؤثر. على الجهة المقابلة يخوض منتخب جزر القمر أول مباراة له في تاريخه في النهائيات بعد أن نجح بشكل درامي في التأهل عبر الملحق أمام اليمن إثر تعادل مثير ثم الفوز بركلة الترجيح. الوافد الجديد على البطولة ليس لديه ما يخسره أمام رابع العالم، وهو ما ذهب إليه مدربه حمادي جامباي. جئنا إلى هنا في محاولة أن نحقق نتيجة جيدة. نعرف أن المباريات ستكون صعبة وسنخوضها الواحدة بعد الأخرى، والمغرب طبعا منافس قوي جدا ولديهم بنية تحتية ممتازة. هي مباراة مثل أي مباراة، وسوف نقدم كل ما لدينا في محاولة لتقديم مباراة جيدة. صحيح أن منتخب جزر القمر منتخب ناشئ ولا تاريخ يذكر له، لكنه يعتمد على روح المجموعة وعامل المفاجأة. منتخب يبحث عن إثبات ذاته في العرس العربي، وظهوره بمستوى مميز أمام أسود الأطلس قد يجعله يقتطع التأشيرة نحو قلوب عشاق الكرة المستديرة. نواصل حديثنا هذه المرة عن المباراة المقبلة ليوم الغد في تمام 3 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. المغرب في مواجهة جزر القمر على استاد خليفة، من بعدها في تمام 8 مساء بالتوقيت المحلي السعودية مع عمان على استاد المدينة التعليمية. أحمد، ما يحدث مع المنتخب المغربي من طفرة على المستوى الدولي بالفئات السنية كافة وبالجنسين أيضا، رجال وسيدات، ناشئين ناشئات، شابات شباب، كم ممكن أن يحدث على مستوى كأس عرب؟ طبعا إنجازات كبيرة نشوفها من المنتخب المغربي أو الرياضة المغربية على مستوى الفئات العمرية أو الشباب. الفريق الأول شفنا كأس العالم، الفريق الأول إنجازات كبيرة. حتى المنتخب الأول، أنا أقصد كأس العالم اللي كانت في قطر، والشباب وايضا الناشئين. ففي صراحه في عمل كبير وفي انجازات رياضيه وفي اهتمام كبير وفي لاعبين في امكانيات كبيره. فاعتقد الانتصارات والانجازات كبيره، اكيد عندهم طموح انه ايضا يقدم مستوى كبير. ومنتخب المغرب مطالب ايضا انه هو يقدم، لانه هو يمتلك لاعبين بصراحه امكانيات كبيره. عندهم لاعبين في الدوري المحلي في اوروبا، دائما مميز في جميع البطولات، في بطوله افريقيا، في تصفيات كاس العالم. فبالتالي المنتظر ان المنتخب المغربي يقدم مستوى كبير في مجموعه صعبه، منتخب السعودي، منتخب العماني، ولكن
على الورق دائما نروح لمنتخب المغرب، المنتخب السعودي، هم في المجموعه على الورق، ولكن اللي راح يصير في ارضيه الملعب امر ثاني. المعطيات هي اللي راح تحكم، وما في شك يعني المنتخب المغربي يمتلك اسامي كبيره واسامي لاعبين حتى لو بالصف الثاني، ولكن يبقى المنتخب المغربي منتخب كبير، تصنيف على مستوى الدولي تصنيف مميز، على مستوى اللاعبين لاعبين مميزين، مدرب ايضا عنده خبره، وحتى لو يمتلك لاعبين من مسابقات الدوري المحلي كبير وحاضر، واكيد راح يعطي الاضافه وراح يكون منافس شرس في البطوله. كريم، المفارقه انه حتى مع هذا المنتخب لدينا مدرب مغربي وطني. كل المدربين او المنتخبات التي حققت نتائج مع المغرب كان مدربوها وطنيين، من الركراكي الى وهبي الى ابا مؤخرا، الان مع السكتاوي الزاكي في الماضي، اليوم مع السكتاوي الذي يعتبر ايضا مدرب ناجح للمنتخبات، توج مؤخرا بكاس افريقيا للمحليين اذا كنت تذكر في 2024 ايضا على مستوى اولمبيك جيمز على الاراضي الفرنسيه، حقق مركز ثالث مع المنتخب. ما هذه الطفره وهي كانت موجوده ولم تكن مستغله بالنسبه للمدرب المغربي؟ هو عمل كامل سياسه الدوله. اعتقد ان عندي يعني فكره ودرايه بما يصير في الكره المغربيه. حقيقه ما توجه سياسي منذ سنوات في يعني تحسين الرياضه وخاصه كره القدم في المغرب، وهذا بقرار يعني ملكي سياسي، ثم اداره من اعلى طراز بقياده لجع المنتخب المغربي، فوزي لجع. المنتخب المغربي يعني في التكوين على مستوى الاداره الفنيه مستوى عالي جدا، في المدربين يعني تقريبا كل الدورات التكوينيه للمدربين على المستوى الافريقي تواجد مغربي كبير، تواجد مغربي على مستوى الانديه، على مستوى المنتخبات الشبان ثم المنتخب الاول، كذلك حتى على مستوى اسيا، وشفنا معناتها نجاح المنتخب الاردني مع المدرسه المغربيه، حسين عموته اولا وجمال السلامي كذلك. فكذلك المنتخب النيجر مع يقوم يعني قام يعني بمباريات ترشيحيه على مستوى والاولى في تاريخ النيجر مع كذلك بدو زكي. فهذه كل سياسه الدوله على مستوى اللعيبه والانتقاء اللاعبين في اوروبا، انتقاء المنتخب المغربي واللاعبين المولودين في اوروبا يعني في مستوى وفي عمر مبكر جدا، هذا يعطي افاده للمنتخبات الشبابيه، وكذلك على مستوى المنتخب الاول. كذلك يعني تواجد وحضور يعني المسؤولين المغاربه في مركز يعني السياده او القياده في الكاف او في الفيفا، عنده تاثير كبير. يعني لما نشوف اليوم الفوز المغرب بتنظيم كاس العالم، كذلك تنظيم يعني شان اللي هو البطوله الافريقيه المحليين يعني المره الثانيه، كذلك البطولات الافريقيه يعني للسيدات، كذلك تنظيم حفلات جوائز الكاف في المغرب. هذا الكل عنده تاثير ويظهر ما يعني اصرار او سياسه المغرب في التوجه هذا. هذا الكل يعطينا نتائج ايجابيه، يعطينا تواجد في كاس العالم، يعطينا مراتب مشرفه جدا على مستوى الترتيب العالمي، لاعبين يعني من اعلى طراز متواجدين يعني في الشامبيونز ليج اوروبا، وكذلك على المستوى العالمي نتكلم على حكيمي، نتكلم على كذلك بونو اللي ولو موجود متواجد في الدوري السعودي الكبير او المحترم جدا في السنوات الاخيره، لكن بكواليتي لاعب عالمي حقيقه. المنتخب المغربي منتخب منافس كبير جدا اعتقد في هذه الدوره، وشفناها في الدوره اللي فاتت يعني نصف نهائي وانهزام ضد المنتخب الجزائري يعني تقريبا خلينا نحبش نتكلم على منتخب اول او ثاني او ثالث، لكن بلاعبين متواجدين في الصف الثالث في يعني قائمه لاعبين المنتخب المغربي. اعتقد انه لديه من اللاعبين ومن التنظيم خاصه تحضيرات المنتخب المغربي في كل المستويات تبدا مبكر وتبدا واضحه جدا، يعني عكس بعض المنتخبات في اخر اسبوع او اسبوعين قبل انطلاق فما لاعب تغير. لا المنتخب المغربي واضح التوجه نتاعو، المدرب اللي يكون يشرف على المجموعه واللاعبين بيشاركوا في وهذه تسهل الاندماج وتسهل كذلك الثقه والتجانس بين اللاعبين في الفريق هذاك. اليوم احمد، تشكيله سكيتاوي في هذه البطوله ستكون مزيج من لاعبين المحترفين المحليين او حتى المحترفين في الدوريات العربيه، وكذلك اللاعبين الشباب. هؤلاء يريدون هذه النافذه، هذه الفرصه التي قد تكون كأس العرب، لكي يرى الركراكي أن لديه أسماء ممكن أن يكون لها الفرصة مع المنتخب الأول في كأس العالم. بالتالي هذا أكثر حافز ممكن بالنسبة هذا أكثر حافز، وهذا أكثر يعني دائما لما تلعب في مستوى دولي دائما تكون اللاعب يعني حلمه أنه هو يلعب في منتخب بلدها، فبالتالي تصير منافسة، وهذه المنافسة ممكن أكيد يعني تحط اللاعبين دائما في منافسة على المراكز ويكون عنده طموح كبير. وأنا أحيانا نفس هذه البطولات لما تدخل بصف يعني صف ثاني أو اللعيبة المحليين ممكن يكونون إيجابيين أكثر في الناحية الدفاعية، انضباط تكتيك، لأن يبي يثبت وجوده